أهلاً، أنا نور، والنهاردة عايزة أحكي لكم قصة ياسمين. قبل ما نبدأ القصة، ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك عشان ما تفوتكمش أي قصة. أنا اسمي ياسمين، عندي 22 سنة. زي أغلب اللي في سني قدرت أخد بكالوريوس، ودلوقتي شغالة في مجال دراستي اللي هو هندسة معمارية. لما البنت توصل للسن ده المفروض على الأقل تكون أم لطفل، بس أنا غير إني مش أم، كمان عدى عليا قصة غريبة شوية، يمكن تكون مضحكة، بس أنا لحد السن ده ما دخلتش أي علاقة ولا حتى فكرت في حد غير وأنا صغيرة لما حبيت بنت عمتي. ولما كنت أحكي الموضوع للكبار كانوا يضحكوا ويفتكروا إن ده كلام طفولة، بس الحقيقة إن المشكلة الأساسية كانت باينة من وقتها. عيلتنا ما كانتش غنية، كنا من الطبقة المتوسطة وعايشين في قرية، وما كناش نعرف حاجة عن الحياة الفخمة. كل حاجة كانت ماشية عادي لحد ما بقيت 18 سنة وموضوع الجواز بدأ. إحنا كنا 3 إخوات، أخويا الكبير زين وأختي ليلى وبعدين أنا، وبين كل واحد والتاني حوالي 2 سنين، وكنا قريبين من بعض. أخويا من الأول كان على نفسه، ليه طريقة حياة مختلفة وما بيظهرش مشاعره، ولسه قريب وهو عنده 22 سنة لقى شغل في شركة كويسة في مدينة تانية وكان بيستعد يمشي. أختي بقالها 2 سنين في الجامعة، وكنا ما نسمعش غير صوت مذاكرتها من البلكونة عشان بيتنا كان صغير قوي. غير الحمام والمطبخ كان في بلكونة وصالة صغيرة، وكلنا كنا بننام في الصالة زي ما بيقولوا فوق بعض. للأسف كل العيلة كانت تمدح فينا وتقول إن أنا وليلى وزين أولاد هاديين ومؤدبين، بس الحقيقة إننا كنا متعبين نفسياً وعندنا حالات اكتئاب. وأبسط مثال موضوع نومنا في الصالة. بابا كان متعود يطفي النور الساعة 10 بالليل ويجبرنا ننام، وإحنا ما كناش بنبقى نعسانين، كنا أطفال وطاقة، فكنا نمثل إننا نايمين عشان ما يزعقش لنا، من غير ما يعرف إننا كنا صاحيين وبنشوف كل تصرفات بابا وماما بوضوح. معرفش عن إخواتي، بس أنا في دماغي كنت دايما بدور على سبب الحاجات دي، وفي الآخر بعقلي الطفولي وصلت لفكرة إن الكبار ما بيعملوش حاجة غلط، يبقى اللي بيعملوه صح. بابا كان أكتر واحد قدامي وكنت بحب أبقى زيه، وكنت فاكرة إن لو عملت اللي هو بيقوله هبقى شخص كبير وهتحكم في اللي حواليا. الحاجات دي خلتني أتمنى أبقى ولد مش بنت. في عيلتنا كان في نظام واضح، بعد 18 سنة البنت يا تختار الدراسة يا الجواز. فكرة الجواز كانت مقرفة بالنسبة لي، وما كنتش قادرة أتقبل نفسي كامرأة ولا أتلقى حب من حد. كنت حاسة إني بحب القوة أكتر وإني أدي حبي لحد أضعف مني. عشان كده زي أختي دخلت هندسة معمارية من أول سنة، واخترت جامعة في مدينة بعيدة. أهلي في الأول ما وافقوش، بس بعد شوية قبلوا. أنا كنت شاطرة واعتمادية، وفعلا زي الولاد بعرف أتصرف. كنت دايما بشتغل أونلاين في البيت، وقدرت أجمع مبلغ صغير، فدخلت سكن جامعي مؤقت لحد ما أزود فلوسي وأجر استوديو صغير. أول سنة جامعة قعدت في السكن، بس ما كنتش قاعدة من غير شغل. كنت بشتغل جنب الدراسة جرسونة وبغسل أطباق، وكذا مرة شلت ونزلت بضاعة مطعم. ابن صاحب المطعم كان دايما يستغرب ويهزر ويسميني اللبوة. بعد سنة الفلوس كملت، بسرعة لقيت الاستوديو اللي عايزاه وأجرته عشان قريب من الجامعة وشغلي. حبيته وكنت مرتاحة فيه. المشكلة الوحيدة كانت الوحدة. مهما كنت قوية ومستقلة، أنا في الآخر بنت وبخاف من الوحدة، خصوصا إن دي كانت مدينة كبيرة وأنا بنت من الأقاليم، ورغم لبسي وطريقتي شبه الولاد. لسه كانت بتحصل معايا مضايقات. واحدة صاحبتي اقترحت عليا أجيب كلب، وبعد لفة ودوران عجبني نوع هاسكي. أول ما شفت بيتر عشقت عينه الزرقاء، واشتريته من صاحبه بسعر حلو. مع وجود بيتر بطلت أخاف وارتحت جدا. رغم شكله المخيف كان طيب قوي وطلعني من الوحدة. حياتي بقت ماشية كويس، الصبح جامعة لحد العصر شغل، وبعدها أرجع البيت عند بيتر. بعض الليالي كنا نطلع نتمشى في جنينة قريبة من البيت، بس الفترة الأخيرة
كلاب تانية كانت بتتخانق مع بيتر، فبقيت قلقانة عليه لا يحصل له حاجة. أهلي كانوا بيتصلوا كتير عشان أزورهم، وأنا كل مرة أتحجج بحجة. كنت في 3 سنة دراسة، ومبسوطة إني عديت كل ده لوحدي، لحد ما ماما اتصلت وقالت إن فرح بنت عمتي اللي كنت بحبها مريم وقريب ولازم أحضر. اتصدمت، مش عشان الخبر، لكن زعلت من جواز مريم. قعدت أعيم ساعات، وبعدين دخلت المطبخ أشرب مية. لما بصيت في المراية اتكمت، هو أنا اللي بعيط؟ مريم بيني وبينها 2 شهر فرق، صاحبتي وقريبتي وبحبها، ليه أزعل من فرحتها؟ الموضوع شغل دماغي شوية وبعدين خف، وقنعت نفسي إني يمكن غيرانة. مهما ماما اتصلت، امتحاناتي كانت حجتي وما روحتش الفرح. صور فرح مريم مع جوزها وصلت لي بسرعة في جروب العيلة، كانت زي الملايكة ودايما ماسكة ايد جوزها وبتضحك. الليلة دي اتعصبت قوي، رميت الموبايل فاتكسر، وقررت ما اشتريش موبايلات ذكية فترة. فضلت أقارن نفسي بمريم وأتحسر. أنا عندي 21 سنة، بقصة شعر غريبة وبناطيل واسعة وكبات سودة، قدامها كنت باين كأني ولد. بعد اللي حصل حاولت كذا مرة ألبس لبس أنثوي زي بنات سني، بس كل مرة أفشل وأجل للبعده. بيقولوا الزمن بيحل المشاكل، وده صح. كل مرة أكتشف فرق فيا أسيبه للوقت يهديه من غير ما أدور على حل. أيامي بقت بين الشغل والدراسة وبيتر، لحد ما جالي خبر إن أخويا زين اتدمن واتطرد من شغله. كانت صدمة كبيرة. زين بطبعه هادي وقليل الكلام ودايما عاقل، ومع إننا فلاش المدينة ما كانش بيسأل عليا. لبست بسرعة ورحت مكان شغله، كان حالته وحشة قوي وما بقاش من الشاب القوي حاجة. زين كان بيعيط وبيقول لي ياسمين خذيني أدخل مصحة. بمساعدة صاحبه وديته مركز علاج كويس ودخلته، وقعدت جنبه وسألته إيه اللي حصل له. حكى إن فترة طويلة كان عنده مشاكل نفسية وتحت علاج نفسي، وجرعات الأدوية زادت لحد ما وصل للحالة دي. اتعصبت وطلبت اسم الدكتور، بس زين طلب أسمع له الأول، وقعدت أسمع. كان مكسوف وقال إن عنده مشكلة جسدية وبسببها أذى البنت اللي كان بيحبها، ومش هيغفر لنفسه أبدا. المرة دي كنت أهدى وطلبت عنوان الدكتور عشان أساعده، وهو وافق. تاني يوم بابا وماما جاموا زاروا زين. بابا كان متعصب وبيوخبه، بس لما عرف إن الإدمان كان على شوية أدوية ارتاح شوية. حاجة مضحكة، الإدمان إدمان سواء أقراص أو غيره. للأسف تفكير الأهل التقليدي صعب يتغير، فوعدتهم إني أراعي زين وبعتهم بلدنا. بعد كام أسبوع أخيرا خدت ميعاد من دكتور زين ورحت أسأل عن حالته. الطبيب النفسي فتح قدامي ملف طبي ضخم. اتفاجأت، زين من سنة 18 سنة وعنده ملف طبي في بلدنا، ومن سن 22 لحد دلوقتي وهو عنده 25 سنة كان تحت إشراف الدكتور ده، يعني حوالي 7 سنين. كنت معصبة جدا من نفسي ومن عيلتي ومن بابا وماما أكتر. ليه كنا فاكرين إن زين عشان هادي يبقى مفيش عنده مشكلة ومحدش كابع وراه؟ ليه دايما الأولاد المكتئبين في العائلات محدش بياخد باله منهم؟ طلبت من الدكتور حسام يشرح لي حالة زين أكتر، والدكتور حكى عن اللي زين شافه من تصرفات بابا وماما من وهو طفل ومراهق ولحد شبابه. اتصدمت بجد، عمري ما توقعت إن الحكايات دي توصل لكل ده. نفس اللي كان بيحصل زمان لما بابا كان يخلينا ننام بدري الساعة 10 ويطفي النور، وإحنا نمثل إننا نايمين، وهو وماما يعملوا اللي يعملوه وإحنا شايفين كل حاجة. زين بلغ بدري عن سنه، وكان دايما بيكبت رغباته واحتياجاته لحد ما وصل لمرحلة اضطراب، وبقى عنده ميول يؤذي غيره ويتلذذ بده. أول مرة اليوم ده عيطت من وجع أخويا وزعلت عليه بجد، خصوصا لما عرفت إنه عمل كده في بنت كان بيحبها، والبنت دلوقتي في المستشفى وممكن ما تخلفش طول عمرها. اليوم ده ما كنتش قادرة أقف على رجلي، وفضلت أعيط وأشغل نفسي ببيتر حبيبي. بيتر كأنه إنسان حاسس بيا، كان دايما لازق فيا. علاقتي ببيتر قربت قوي بعد اللي حصل، وبقيت أخده معايا الشغل كمان، لحد ما لاحظت عليه تصرفات غريبة. أنا بقالي سنين مع بيتر وما شفتوش قبل كده ينشغل بالأغراض كده. حجزت له ميعاد عند الدكتور قبل ما أفكر كتير، وشرحت له تصرفاته، والدكتور قال إن بيتر عنده احتياجات في الآخر ولازم نلاقي حل،
يا إما نخفف عنه بطريقة يا إما نجيب له أنثى. بصراحة كنت عارفة إن دي احتياجات، بس كل مرة بشوف الكلاب بتتألم كنت بتراجع. كنت دايما بأجل الموضوع ده، وعشان كده قررت أدور له على جوز. من ناحية تانية ما كانش عندي فعلا القدرة أتحمل مسؤولية كلب تاني. أنا كنت طالبة مستقلة وعايشة لوحدي في مدينة كبيرة جدا، وكمان وقتي بقى أغلبه رايح في زيارة أخويا المدمن. قعدت أراجع إعلانات مواقع كتير وأقدم طلبات، بس للأسف ولا مرة الموضوع كان بيكمل. تصرفات بيتر كانت بتسوء يوم بعد يوم، والغريب والمضحك إني أحيانا كنت بحس إني ممكن أكون أنا نفسي شريكة مناسبة لي. أنا طول عمري ما فكرتش في ولا راجل، ولا خطر على بالي أعمل علاقة نفسية أو جسدية مع حد. من ناحية تانية أنا كنت شخص مستقل، عندي شخصية خاصة وما كنتش قادرة أتجاهلها. الأفكار دي وصلت لمرحلة إني فقت على نفسي، واكتشفت إني عشان أملأ وحدتي ووحدة بيتر عملت حاجات فعلا ما تلقش بإنسان. كنت بكره نفسي، أنا طالبة ناجحة ومفروض أبقى مهندسة، إيه اللي أنا فيه ده؟ فترة علاج زين كانت قربت تخلص، وهو بقى أحسن جسديا ونفسيا، وقرر بما إن حد من عيلته عرف مشكلته يسمع كلام الدكتور ويدخل مصحة نفسية. أنا شجعته ووعدته أرجع تاني وقابل الدكتور حسام وطمنه على حالته. المرة دي وأنا قاعدة قدام الدكتور كنت ناوية أتكلم عن نفسي كمان. إحنا الاتنين اتربينا في نفس البيت ومع نفس الأهل، وطبيعي أكون اتأثرت. بصراحة كل ما أشوف بيتر كنت أفتكر تصرفاتي الغلط وأتقرف من نفسي. بعد ما اتكلمنا عن حالة زين وتقدمه في العلاج، طلبته من الدكتور وأبدأ أتكلم فيه عني. الدكتور حسام وافق، وبعد ما طلب فنجانين شاي قال لي أبدأ. دخلت على طول في مشكلتي مع بيتر وطلبت حل. كنت متوقعة يبص لي بنظرة مشة، بس مفيش أي تغيير حصل، كان لسه بنفس الهدوء. فضل يسألني عن طفولتي وأنا دايما أرجع لحالتي دلوقتي، لأني كنت شايفة أن الحاضر أهم. حسيت أنه بيربط مشكلتي بنفس ظروف زين، وفعلا عمل كده بس بطريقة غير مباشرة. وقت الجلسة خلص وخدت ميعاد الأسبوع اللي بعده، والواجب عليا كان ألاقي البيتر صاحب كويس بسرعة. الموضوع ما كانش سهل، كنت متعلقة بيه جدا ومترددة، لحد ما في يوم واحدة من الزباين دخلت المطعم بكلبها، وعندنا دخول الحيوانات مسموح بشرط يكونوا متطعمين وما يضايقوش حد. الكلب كان بيكرر نفس تصرفات بيتر، وأنا كنت بصاله بشروط وغصب عني بتأثر. كان صعب، بس كنت صريحة مع نفسي، وهناك اتأكدت إن مشكلتي مش مع بيتر بس، دي مع كل الكلاب. قررت أسيبه، وبالعكس خلال 3 أيام لقيت له صاحب ممتاز، كأنه قدري مرتبط بالفراق. أول عيلتي وبعدين بيتر. عيطت كتير وتعبت نفسيا، بس كان لازم عشان أرجع ألاقي نفسي. المرة دي الاكتئاب مسكني وما كنتش عارفة أملأ وحدتي إزاي، لأن مشكلتي بقت الوحدة مش الخوف. الدكتور حسام اقترح نبدأ بالفحوصات الجسدية وبعتني لدكتور غدد. التحاليل والسونار عملتهم عند الدكتور علي واستنيت النجاريج. كانت فحوصات دقيقة وبتاخد وقت، فكملت جلسات مع الدكتور حسام عن فراغات طفولتي لحد ما النتائج ظهرت. بعد شهر التحاليل والسونار طلعوا، وللأسف حسب كلام الدكتور علي كان عندي نسبة كبيرة جدا من هرمونات مختلفة في بطني، ومشكلتي مش نفسية بس، جسدية كمان. اتصدمت، بس لو أنا أو عيلتي كنا جمعنا الصورة من بدري كنا نوصل للنتيجة أسرع. كان قدامي رحلة علاج طويلة، أنا أصلا كنت شخص محايد ومفيش إحساس تقريبا. كنت بتمنى أفضل بنت، بس بنت حقيقية من غير ولا 1% إحساس إني ولد أو راجل. عشان كده كان لازم أعمل عمليات جسدية، ومن الناحية النفسية أمشي في نفس الرحلة. الدكتور حسام كان دايما يضغط عليا إني أتكلم مع حد من أهلي، لأني أكيد هحتاج مساعدة، بس أنا رفضت. لو قلت لبابا كان ممكن يجرني ويرجعني البلد أو يحبسني في أوضة. لو قلت لأختي ما كانش معروف هي نفسها عندها إيه. ولو لأخويا الغالي اللي هو أصلا حزمة وجع ماشية على الأرض. بدأت بسرعة أجهز لإجراءات العملية، وكنت بحمد ربنا إني بفكر في مستقبلي وعندي شوية فلوس متشالة، وإلا ربنا وحده يعلم كنت هضطر أعمل إيه. أخدت إجازة من الشغل، وخلال الفراغ بين الترمين في الجامعة حجزت ميعاد العملية. الدكتور حسام اللي بقيت أناديه حسام بس كان حريص عليا جدا، وبسبب معرفته بحالة أخ وأخت مرضى كان حاسس إنه مسؤول عني وعن زين، وما بخلش علينا بأي مساعدة، خصوصا إنه كان عارف إني لوحدي فكان متفهم أكتر.
يوم العملية حسام كان واقف مستنيني ورا باب الأوضة، وكان فعلا زي جرعة أمل في حياتي المرة والميتة. فاضل بس أشتغل على نفسيتي. الفترة دي بسبب القعدة من غير شغل كنت بفكر كتير ودايما أوصل لنفس النتيجة. لو ما كنتش لوحدي ما كنتش وصلت للطريق ده. حسام كان يهديني ويحكي لي عن ناس شبه حالتي عملوا حاجات أصعب وأقصى، وكان فخور بيا إني شغلة نفسي بالدراسة والشغل، ويطلب مني أفتخر بنفسي زيه. بصراحة حسام كان أكتر من مجرد طبيب نفسي، وأنا كنت مدركة ده كويس ودايما بشكره. أنا فعلا مدينة ليه بكل اللي عمله معايا. في الأيام دي باين إن زين لاحظ زياراتي الكتير لعيادة حسام وكلمني وطلب عنوان شقتي وقال جاي يزورني. عصر نفس اليوم زين جه ومعاه بوكيه ورد جميل. أخويا كان اتحسن جدا ومليان طاقة، ولما شاف حالي استغرب وسألني مالك. كنت محتاجة أتكلم مع حد. صح حسام موجود بس محدش يعوض العيلة. أنا وزين من نفس البيت ومفيش حد يفهمني زيه. شرحت له ظروفي باختصار، وزين كان بيعيط معايا ويلعن أبويا وأمي، ووعدني يبقى جنبي كأخ كبير ويحافظ عليا. أنا كمان مدينة لزين. لو ما كنتش عرفني على حسام كان زماني فين؟ كنت هفضل إنسانة مريضة طول الوقت وأكمل اللي كنت بعمله مع بيتر أو أي كلب تاني. يمكن كنت أتصاب بمرض ومحدش يعرف مستقبلي كان هيبقى إيه. الفكرة دي لوحدها بتوجعني، وبحمد ربنا قوي على حالي دلوقتي. إجازتي كانت قربت تخلص، ورغم الآلام الشديدة كان لازم أرجع الشغل والجامعة. حسام كان رافض تماما إني أرجع شغلي القديم، وكان شايف إني لازم أبعد عن الحيوانات فترة طويلة، وكان عنده حق. وفي نفس الوقت أنا كنت في آخر سنة بكالوريوس عمارة ومحتاجة خبرة في مجالي، فاستقلت من المطعم وبدأت أدور على شركة معمارية محترمة للتدريب. التأمين كان متكفل بكل مصاريف علاجي، وكنت أقدر أعيش كم شهر بمساعدة مصروف أهلي، وبرضه بمساعدة حسام وبفضل درجاتي الكويسة اتقبلت بسرعة كمتدربة في شركة لمدة 6 شهور، واتفقنا لو شغله عجبهم بعد التخرج يثبتوني. كنت فرحانة قوي وحاسة فعلا إني بقيت مهندسة، بس لبسي القديم ما كانش ينفع للمكان الجديد، وكنت محتاجة لبس رسمي كتير. لما زين عرف عرض نروح نشتري سوا ووافقت. كان بيني وبين اتفاق من غير كلام إننا ما نسألش بعض عن مشاكلنا ونعرف أخبار بعض بس عن طريق حسام. الحمد لله زين كان بيتحسن جدا، وحسب رأي حسام يقدر يعيش حياة طبيعية قدام. اليوم ده اشترينا وضحكنا وهزرنا وتصرفنا فعلا كأخ وأخت، كأن وجعنا المشترك قربنا من بعض أكتر. وكنت الأيام دي أفتكر ليلى أكتر وأكتر. كنت دايما بتمنى ليلى تعيش بخير وتفضل سليمة، وما تدخلش زي وزي زين في مشاكل جسدية ونفسية. التدريب في شركة العمارة كان أحسن بكتير مما توقعت. كنت بروح كل يوم الصبح بحب، وكلهم بقوا ينادوني يا باشمهندسة. أول يوم شفت نفسي في المراية باللبس الرسمي ما صدقتش، ونفس اليوم أخدت صورة وبعتها لماما. صح هم بتفكيرهم التقليدي الغلط أذونا كتير، بس برضو تعبوا عشاننا، وكان من أحلامهم إني أبقى مهندسة. ماما اليوم ده كانت فرحانة بيا قوي، وأنا في اللحظة دي ما كنتش عايزة من ربنا حاجة تاني. الدنيا كانت ماشية حلو لحد ما واحد من مهندسين الشركة عجبته. ما كنتش متوقعة خالص. أنا جسدياً بقيت بنت 100%، بس نفسيتي ولسه متلخبطة ومحتاجة وقت. فقلت للمهندس محمود بصراحة إني دلوقتي مش بفكر في جواز، وكل تركيزي على الشغل والدراسة. للأسف محمود كان شخص مغرور، وكلمة لأ كانت تقيلة عليه. كذا مرة لمح لي بشكل غير مباشر لو غيرت رأيي، وكل مرة كنت بقول له لأ. محمود افتكر إني بدلع دلع بنات، وإني في الحقيقة معجبة بيه. فالمرة دي جاب رقم بابا وكلمه وقدم طلبه. لما بابا قال لي عصبت جدا، وفي الشغل قدام الكل زعقت في محمود وطلبت منه يبعد عني. بعدها كم يوم عدوا، وكل زمايلي بقوا يتعاملوا معايا ببرود، وبعد البنات رمولي كلام وقالوا لي من غير لف: اتمنى يكون حد بيتقدم لك زي محمود. انت شايفة ايه في نفسك عشان ترفضي واحد كويس كده؟ أنا سكت عشان الموضوع يخلص، بس للأسف ما خلصش. محمود كان مخطط لحاجات تانية. واضح إنه كان يعرف حسام وشك إنه مش بس طبيب نفسي، فدور ورايا وبالحركات اللي عملها عارف كل قصة علاجي. في يوم كنت برتب الصالة، محمود دخل. لميت حاجتي بسرعة عشان أطلع أوضتي، بس صوته وقفني. وهو بيضحك قال: يا أستاذ ياسمين، آسف أقصد مدام ياسمين، ولا ياسمين بس.
ليه مستعجلة قوي كده؟ لفت له وأنا مذهولة، وضحكوا عليه صوته. الناس كلها اتلمت ومحدش قدر يتكلم عشان منصبه. محمود كمل وهو بيضحك وقال: كنت دايما فاكر إن مفيش بنت ممكن ترفضني. لما عملت كده معايا فهمت إني في حاجة غلط، وبعدها عرفت إنك أصلا مش بنت. وضحك أكتر. كنت هتجنن والدموع لمت في عيني. يعني محمود عشان نرجسيته وادعائه السخيف كان مستعد يفتح موضوع ملياش ذنب فيه قدام الناس ويضحك عليا؟ من غير تفكير لميت حاجتي وخرجت من الشركة. لما فقت لقيت نفسي قدام عيادة حسام، والسكرتيرة بتحاول تهديني بمية لحد ما دور المريض اللي قبلي يخلص. حاولت أتكلمه كذا مرة بس رفضت أزعجه. بعد ساعة حسام خرج من الأوضة، ولما شافني اتعصب جدا ومسكني من إيدي وقال: نرجع الشركة. مهما حاولت أقنعه مفيش فايدة، وكان مصمم ياخد حقه. اليوم ده حسام نسي إنه دكتور، ونسي كل قواعد الهدوء، ووقف جنبي كصديق وكمنقذ. موظفين الشركة بالعافية بعدوا محمود عن حسام وكلموا الشرطة. أنا في الحالة دي ما كنتش بعمل غير إني أعيط وشد في إيد حسام من غير فايدة، لحد بالليل وإحنا في القسم تحقيق وأسئلة. واضح إن محمود كان لسه عنده شوية أصل، وعشان العشرة القديمة مع حسام اختار ما يرفعش قضية. وسط كل الخناق والعيط لو قلت إني كنت مبسوطة مش هكدب. كنت مرتاحة عشان ليا ظهر وسند، وعشان حسام اختارني على صداقته بمحمود، وكان مستعد يبوظ صورته عشان يديله درس. بعد ما الموضوع خلص حسام خلى محمود في القسم وقال: لازم تعتذر للأستاذة ياسمين لو لسه عندك ذرة عقل، عشان الست اللي ضايقتها دي هتبقى مراتي. عيني وسعت من الصدمة، ومحمود كمان اتفاجئ وقال: متأكد؟ حسام قال بحزم مستني الاعتذار، ومحمود اعتذر ومشي. حاجب حسام كان مجروح وباين إنه اتكسر، وأصرنا نروح المستشفى ووافق. بعد الخياطة قعدنا في كافيه باقتراحه. كنت عارفة إنه قال الكلام ده عشان يرمم كرامتي وعايز يشرحهولي. رفعت إيدي وقلت له: شكرا يا حسام، ما كانش لازم، بس على الأقل قللت كسري النهاردة. ضحك وقال: إيه اللي بتقوليه؟ أنا من أول يوم معجب بيكي، بس كنت مستني ظروفك تتحسن. دلوقتي رأيك إيه؟ فكري بعيد عن إحساس الدين وبعدين قوليلي، ودلوقتي قومي أوصلك البيت. كنت مصدومة. أنا وحسام المرة دي ما ينفعش أفسر إحساسه بالإنسانية. مين يتجوز شفقة؟ أنا أكتر واحدة عارفة بحالي، وعارفة إن مفيش حد في الدنيا يفهمني زي حسام، يبقى ليه أتردد؟ فرحتي اتزمنت مع فرفة زين. أخويا الحمد لله اتحسن جدا في علاجه، وكان بيحاول يصلح اللي عمله مع البنت اللي أذاها. قد إيه ناس قليلة زيي وزي زين بيلاقوا فرصة يوصلوا لكده ويكونوا سعادة رغم مشاكلهم. كتبت قصتي عشان أقول إن نهاية حكايتنا مش دايما وحشة، وفيها ألوان كتير. ما تيأسوش وكملوا حياتكم بقوة. شكرا لإنكم فضلتوا معايا لآخر الفيديو. ادعموني باللايك والتعليقات بتاعتكم. بحبكم جدا. للقصة الجاية، مع السلامة.